السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن إلى التفاصيل. تقارير: إسبانيا تعمدت الخسارة أمام اليابان لمواجهة المغرب. مشكل كبير سيطرح خلال مباراة المغرب وإسبانيا ومطالب عاجلة بتدخل الفيفا. قناة فوكس سبور الأمريكية: لا يجب العبث مع المنتخب المغربي. خليل زيتش: لم أشاهد أي مباراة للمنتخب المغربي في المونديال. فريق كبير يضع أنظار على ياسين بونو في مونديال قطر. مبلغ كبير من الفيفا إلى المغرب بعد التأهل. تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو، ولكن قبل ما نبداو، باش تكون اول واحد كيتوصل بعدد الاخبار العالميه والمغربيه، المرجو تعزير اعجاب واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ولا يمكن الحزم بشكل قاطع ان المنتخب الاسباني تعمد الخروج منهزما من مباراه اليابان، لكن وسائل الاعلام الاسبانيه المعروفه باهتمامها بالكواليس والتقاط مشاهد خارج البث النهائي للمباريات تشتبه في خطه من المدرب لويس انريكي لتفادي الاصطدام بكرواتيا، وهو لا يزال مؤمنا انها اقوى من المغرب. وتقول وسائل إعلامية إسبانية إن المدرب وفريقه التقني ولاعبي الاحتياطيين كانوا على اطلاع دائم بنتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، وأن الجو العام كان يوحي بالرضا عن نتيجة الهزيمة أمام اليابان. وتفسر هذه الخطة من لويس إنريكي بتخوفه من برنامج المباريات. لو أنهض دور المجموعات في المركز الأول سيواجه كرواتيا، وهناك احتمال كبير أن يواجه في حالة تأهل الربع النهائي والنصف النهائي منتخب البرازيل والأرجنتين، ولذلك اختار المسار الآخر الذي يتفادى به هذين المنتخبين، وفضل مواجهة المغرب. ويتخوف المحللون في إسبانيا من المنتخب المغربي. وظهر مقدم برنامج ترينغو الأشهر هناك ويتمنى تفادي المنتخب المغربي، فلينجح مدرب ذلك في تربية غرور إنريكي. وتواجه المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي والإسباني برسم دور ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 إشكالية تنظيمية كبيرة، حيث كشفت تقارير إعلامية أن الأمر يتعلق بالألوان الأقمصة التي سيرتديها الفريقان، وهو ما يتطلب تدخل فوري من الاتحاد الدولي الفيفا في الفصل فيها. وبحسب قوانين الفيفا لم يكون بمقدور المنتخب الإسباني ارتداء أقمصته الحمراء المألوفة، لأن المنتخب المغربي هو المستقبل في هذه المقابلة، وعليه سيكون مجبرا على ارتداء قميصه الثاني الأزرق، على أن يرتدي الأسود الأقمصة الحمراء وسراويل خضراء، الأمر الذي سيحدث لا محال ارتباكا واضحا سواء بين اللاعبين المنتخبين أو حتى بالنسبة للجمهور داخل الملعب وخارجه. وفي هذه الحالة سيكون تدخل الفيفا ضروريا من أجل بحث حل توافقي بين المنتخبين من قبل أن يلعب المنتخب المغربي باللون الأبيض والإسباني باللون الأحمر، وهذا أفضل حل لضمان فرجة ممتعة للجماهير من جهة، وجهة ثانية لتفادي وقوع أي ارتباك بين لاعبي الفريقين. وفي تعليقه على تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني من مونديال 2022 بقطر، أعربت قناة فوكس سبور الأمريكية على انبهارها لما صنعه الأسود تحت قيادة المدرب وادر ركراكي. واعتبر محلل قناة فوكس سبور أن المنتخب المغربي فريق قوي ومنظم من الصعب التسجيل في مرماه بفضل قتالية لاعبيه فوق أرضية الملعب. وعزى محلل القناة الأمريكية تأهل وادر ركراكي لندية وشراسة وقتالية أسود الأطلس في المباريات الثلاث، فضلا عن اختيارات المدرب وادر ركراكي وثقته في لاعبيه دون نسيان استعادته لنجوم اللامعة كانت غائبة في عهد المدرب السابق البوسني خليل زيتش، في إشارة لحكيم زياش ونصير مزراوي. وحذر محلل فوكس سبورت من مواجهة المنتخب المغربي، مشددين على أنه من الأفضل عدم مواجهة أسود الأطلس. هذا وسبق لقناة فوكس سبور الأمريكية الشهيرة أن رشحت المنتخب المغربي ضمن قائمة 10 منتخبات بإمكانها الفوز بكأس العالم قطر 2022. ورفض البوسني وحيد خليل زيتش مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم السابق التعليق على المباراة للمنتخب المغربي في نهائي كأس العالم التي تجرى أطوارها في الديار القطرية، رافضا أي إجابة عن الموضوع في حوار أجراه مع موقع كرواتيا عبر تقنية سكايب. وقال وحيد إنه لا يتابع مباراة المغرب، بل يختار نزالات المنتخبات الكبرى كالبرازيل، فرنسا، وإسبانيا والأرجنتين، مضيفا أن واحد من هذه المنتخبات هو المرشح للفوز بكأس العالم في قطر. وعاد خليل زيتش في تأكيد أنه رفض الاشتغال كمحلل في إحدى القنوات التلفزيونية لمباريات المونديال، إذ كان يحتاج إلى راحة عقب العمل الذي قام به خلال السنوات الأخيرة، بل إنه قرر الاستمتاع بوقته رفقة عائلته بعد سنوات من العمل كمدرب، وقبلها كان لاعب، إذ بات بعيدا عن الأضواء ويعيش بشكل بسيط يوميا رفقة عائلته الصغيرة وأصدقائي لإعادة بعض من الزمن الجميل الذي افتقده من العمل في الكرة وعن المنتخب الكرواتي. قال واحد إنه لم يتابع مباراة الأولى ضد المغرب، بل شاهد بعض اللقطات منها، لكنه تابع مباراته
الثانية أمام كندا، مؤكدا أنه منتخب قوي ويعاد عافيته أمام المنتخب الكندي، مضيفا أنه في حال تأهله للدور الثاني من الصعب إقصاؤه وسيصبح من المرشحين للظفر بكأس العالم مثل نسخة روسيا سنة 2018. وعند سؤاله عن المنتخب المغربي رفض الإجابة عن السؤال، مؤكدا أن للمغرب طاقم تقني يشتغل رفقته، مضيفا أنه لم يتابع أي مباراة الأولين في المونديال الحالي، معتبرا قصته مع المنتخب المغربي انتهت وتعتبر من ذكرياته السابقة في عالم التدريب. وعن مستقبله في عالم التدريب أكد وحيد أنه حاليا يركز على راحته والاستمتاع رفقة عائلته، مضيفا أنه بعد نهاية كأس العالم بقطر سيتابع ما استيسر عليه الأمور، وهل بإمكانه العودة إلى المستطيل الأخضر أو أنه سيعتزل التدريب بشكل نهائي. وأبدأ أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اهتمامه بالتعاقد مع ياسين بونو حارس المرمى المنتخب المغربي، وأرسل الفريق الإنجليزي مبعوثين عنه من أجل متابعة مباراة المنتخب المغربي في المباراة الثانية ضد المنتخب المغربي ومراقبته الحارس ياسين بونو، لكنهم تفاجؤوا بغيابه عن المباراة الثانية ضد المنتخب البلجيكي بسبب شعوره بدوار، ما دفع الطاقم الطبي إلى عدم المجازفة بسبب شعوره بدوار وعدم إشراكه. ويرغب الفريق الإنجليزي بجعل صفوفه خلال فترة الانتقال الشتوية المقبلة، وينتظر التوصل بتقرير نهائي عن الحارس بونو قبل فتح مفاوضات مع الإدارة الإشبيلية الإسبانية من أجل الاتفاق على شروط التعاقد وفي مقدمتها الجانب المالي. ولا يمانع بونو في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، خصوصا أن الأداء هنا يستهويه كل ما فيه تنافس وندية كبيرين. وضمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 13 مليار سنتيم بعد حجز مقعد بالدور الثاني من منافسة المونديال قطر 2022، وكان الفيفا خصص 9 مليار لجميع المنتخبات المشاركة في هذه النسخة. ويخطط المنتخب المغربي للتأهل إلى الربع النهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، والظفر بمنحة مالية استثنائية تصل إلى 17 مليار. وسبق للاتحاد الدولي أن حدد المنح المونديالية قطر، إذ سيحصل المنتخبات التي تصل إلى المربع الذهبي على 26 مليار و30 مليار لوصيف البطل، و42 مليار للفائز بنسخة هذه العام. وبهذا استودعكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.